ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض الطاجن القمر ده يا جماعه. هنعمل طاجن اللحمه ببصل كباب الحله. الطعم حكايه وشويه صوص بقى فيه خطير بجد، مع شويه رز ابيض وبألف هنا. تعالوا نشوف عملناه ازاي. اول حاجه انا عندي حوالي كيلو لحمه، انا مقطعاها مكعبات صغيره بالشكل ده. ممكن تستخدموا اي نوع لحمه انتوا بتفضلوه. انا هنا مستخدمه وش فخده، بتبقى نسبه الدهون فيها قليله. عندي بقى معلقتين سمنة سيحتهم. هبدأ انزل باللحمة بتاعتي. بصوا نسبة الدهون بتاعتها مفيش يعتبر نسبة دهون فيها خالص. مع رشة بقى الفلفل بتاعتي، تقريبا حوالي نص معلقة صغيرة. مش عايزة اقول لكم بتدي ريحة حلوة قوي قوي للحمة وهي بتتشوح، طبعا مع معلقتين السمنة الريحة حكاية بجد. اول بقى وافضل اقلب فيها كده كويس لحد ما اللحمة بتاعتي تبدأ تغير لون كده وتتشوح كويس. وهبدأ بقى اضيف المية بتاعتي. انا تقريبا غالية مية في الكاتل، هبدأ اضيف حوالي ربع كوباية صغيرة كده مية. وهسيبها بقى على نار هادية خالص لمدة تقريبا حوالي ساعة وربع. وطبعا بتختلف اللحمة في التسوية على حسب قطعية اللحمة اللي احنا مستخدمينها. اول ما احس اللحمة خلاص بتاعتي بدأت تدخل على سوا، عندي بقى معلقة سمنة. عندي بقى البصل بتاعي مقطعاه جوانح، تقريبا حوالي 4 بصلات وسط. ومش عايزه اقول لكم البصل لما بيتشوح قبل ما بينزل على اللحمه بيدي ريحه وطعم حلو قوي. الخطوه دي بتفرق جدا جدا في طعم كباب الحل. هبدا بقى اشوح البصلايه كده بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل، 7 بهارات، عود قرفه، ورق لورا. انا مش عايزه البصلايه بتاعتي تاخد لون ولا حاجه، هي بس مجرد بس ما هتدبل كده وتبدا تشرب من التوابل كده مع بعض. مش عايزه اقول لكم الخطوه دي مهمه جدا جدا في كباب الحل. بتدي طعم وريحه لكباب الحله. يعني مش عايزه اقول لكم قد ايه حلو قوي. اول ما البصلايه بصوا خلاص بدات تدبل معايا كده واتشربت من التوابل بتاعتها، عندي اللحمه خلاص بتاعتي جاهزه. هبدا اضيف بقى البصله بتاعتي بالتوابل ويبدا كله يتشرب مع بعضه كده. سيبها بس كده تاخد غلوه كده مع حوالي يعني اقل من ربع كوبايه ميه، يعني معلقتين 3 كده ميه. هبدا اظبط الملح بتاعي طبعا بتاع اللحمه، لان احنا عارفين ان احنا ما بنضيفش الملح غير لما اللحمه تستوي عشان ما تبقاش اللحمه تشد معايا. بصوا مش عايزه اقول لكم الصوص بتاعها وطعمها حلو قوي قد ايه. ضفت بقى حوالي تقريبا معلقتين 3 ميه كده وهسيبها تاخد غلوه مع بعض. في الوقت ده انا مشغله الشوايه بتاعتي، حاطه الطاجن بتاعي يبدا يسخن. اللحمه بتاعتي خلاص سبتها تقريبا حوالي 5 دقايق كده مع بعض يتشرب البصل بالتوابل باللحمه مع كله. هبدا بقى ادخلها الفرن تقريبا لمده حوالي 5 دقايق اللي هي تاخد بس لون من الشوايه من فوق. الطاجن بقى بتاعي خرج من الفرن، مش عايزه اقول لكم طعم وريحه ولا الصوص بتاعه رهيب بجد. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.